بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مارس مجلس النواب العراقي فعالية مهمة من مختصاته الدستورية والقانونية في التصويت على القناعة من عدمه في أجوبة السيدة وزيرة الصحة، مما فاجأنا بأن السادة النواب صوتوا بالقناعة على الرغم من قوة الأدلة التي قدمناها والإثبات في الفساد الإداري والمالي. وكان حقيقة يحدونا الأمل أن يدافع السادة النواب وأن يترفعوا أيضا عن انتماءاتهم وكتلهم ويذهبوا مع القسم الشرعي والأخلاقي والوطني للحفاظ على المال العام وسد منافذ هدر المال العام في وزارة الصحة. وأيضا كنا نتأمل ونطلق الصرخات والإشادة بأن أعضاء مجلس النواب أن لا يستخفوا بحقوق المواطن العراقي الذي تلقى مسألة كشف ملفات الفساد بحفاوة وتقدير، وأيضا قدر عمل مجلس النواب الرقابي وتفعيل دور المحاسبة. يا أبناء شعبنا المظلوم، لقد أبرأنا ذمتنا وحافظنا على القسم في الدفاع عن حقوقكم المسلوبة والحيلولة دون السماح للكتل السياسية أن تستغل منافذ الوزارة لأحزابهم ولكتلهم، وأيضا استغلال منافذ الوزارة كمواردها المالية لتغذية أحزابها وتمويلها. وسوف لن يثنينا ما حدث اليوم عن الدفاع عن حقوق الشعب العراقي والدفاع والمضي في الإصلاح ومحاربة الفساد أينما كان. وهذا عهد منا لأبنائنا الشعب العراقي بأن نستمر في كشف ملفات الفساد أينما كانت، سواء كانت في وزارة الصحة وبطريقة مهنية قانونية شرعية وطنية، بعيدا عن الاصطفافات، بعيدا عن الميول، بعيدا عن أن يكون هنالك تعصب في هذا العمل. هذا العمل قمنا به وسوف نستمر. ولا يفوتني أن أقدم شكري وامتناني واعتزازي لإخواني أعضاء مجلس النواب 107 الذين صوتوا بعدم القناعة بأجوبة الوزيرة، والكل كان مقتنعا ولا يختلف اثنين بأن وزارة الصحة فشلت، وأبناء الشعب العراقي هو الشاهد على ذلك. وزارة الصحة في السنوات الثلاثة الأخيرة فشلت فشلا ذريعا بتقديم الخدمات الصحية، بتقديم الأدوية، بتقديم اللقاحات، بتقديم أدوية التخدير. وأثبتنا ما هي أسباب الفشل، هو الفساد الإداري والمالي، وأثبتنا بالوثائق أيضا التزوير الذي قامت به وزيرة الصحة. ولكن مع الأسف مرة أخرى تعود الاصطفافات الحزبية ويعود التحالف الوطني ويعقد صفقة رخيصة مقابلها وثمنها أبناء الشعب العراقي. والكل يعترف بأن المواطن اليوم متضرر، ولكن الأحزاب اليوم السياسية ومنها التحالف الوطني وضع مصلحته الحزبية ومصلحة أفراده فوق مصلحة أبناء الشعب العراقي، ولا يختلف اثنين. أقدم اليوم كل هذه الوثائق إن شاء الله والأدلة. مع العلم طلبت أن يؤجلون التصويت إلى يوم الخميس، لأنه كثير من أعضاء مجلس النواب ومنهم التحالف الكردستاني طلبوا الوثائق، وقدمت موجز وهذا ملخص عن الاستجواب أقدمه لكل عضو مجلس النواب على مود تتولد عدة القناعة للخميس. رئيس البرلمان موافق، ولكن التحالف الوطني ونائب رئيس البرلمان من التحالف الوطني رفض ذلك. وأيضا هذا دليل آخر أنهم يتخوفون من كشف الحقيقة التي تم كشفها لأبناء الشعب العراقي. أولا سوف أقدم ملفات التزوير، ملفات الفساد إلى النزاهة والقضاء، ولن أتوقف. وهنالك ملفات جديدة إن شاء الله على هذه الوزيرة وعلى وزراء آخرين، ولن نتوقف. ولا واحد يقول بأن هذه الاستجوابات هي استجوابات الانتخابات. هذه استجوابات كنا نعمل عليها منذ 8 أشهر، هي
لإبراء الذمة الوطنية والدستورية والقانونية والشرعية. لذلك أنا أطالب أبناء الشعب العراقي وأكشف هذه الملفات لأبناء الشعب العراقي، وإن شاء الله سوف تكون لنا وقفة ووقفات ضد الفاسدين وضد الفاشلين وضد الأحزاب الفاشلة والفاسدة التي تتحدث بمصلحة الشعب العراقي وفي الخفاء تصطف ضد أبناء الشعب العراقي. ولكن اليوم الحمد لله تم كشف حقيقة كل الفاسدين تحت قبة البرلمان، حيث أن الشعب العراقي اليوم يعاني من الصحة. أرواح الناس اليوم بخطر ويموتون الكثيرين بسبب الصحة وبسبب عائلة الوزيرة وفشل الوزيرة. ولا أريد أعيد هذه الملفات، ولكن أترك التقييم إلى أعضاء مجلس النواب، وإن شاء الله القضاء سوف يقول كلمته، ولدينا ثقة باستقلالية القضاء أن تكون هذه الملفات تنظر بطريقة قانونية وبطريقة بعيدة عن الضغوطات السياسية التي مورست تحت قبة البرلمان ومجلس النواب. الآن حقيقة وأقولها وقلتها مرارا وتكرارا، لا يصلح أن يكون ممثل للشعب العراقي. مجلس النواب الآن يمثل الكتل والأحزاب الفاسدة، وسوف يتحملون مسؤوليتهم أمام أبناء الشعب العراقي. والله هذا دليل على أن التحالف الوطني لن يتحمل مسؤوليته القانونية والدستورية والشرعية أمام جمهوره. اليوم جمهور التحالف الوطني يموتون في المستشفيات. المستشفيات اليوم هي خراب. المستشفيات اليوم ينقصها مقومات العلاج البسيط، مقومات العلاج البسيط ينقصها، والتحالف الوطني لا يسمع ولا يرى، يسمع فقط المقاولات والعقود وترضية فلان وفلان. وكثير من العقود الفاسدة التي قدمتها هي لنواب من التحالف الوطني، وأيضا نواب آخرين سوف أقدم بكشف السيارات. نواب آخرين في لجنة الصحة لديهم 7 سيارات مصفحة من وزيرة الصحة، وهم اليوم يدافعون عن وزيرة الصحة لا من أجل مصلحة الشعب العراقي، ولكن مصالحهم الشخصية هي اللي دفعتهم. إن شاء الله أقدمها بالوثائق إن شاء الله لكم للإعلام. يعني داخل التحالف الوطني؟ والله من كتلة التحالف الوطني جميع الكتل، وحقيقة أنا كنت عندي أمل برئيس التحالف الوطني، عندي أمل، ولكن رئيس التحالف الوطني مرة أخرى يخذل أبناء شعبه ويذهب بتوجيه النواب بالتصويت هسه ما نقول فقط الفساد، الفشل الذريع لأول مرة بتاريخ العراق يحدث فشل والكل يعترف به، ولكن النواب والكتل السياسية الفاشلة والفاسدة لا تعترف بهذا، لأن مصلحتها فوق مصلحة أبناء شعبها. من هي الكتل التي صوتت بعدم والله حقيقة احنا الذين صوتوا 107 في المرة الأولى، 107 مقابل 113، عندما طالبنا بإعادة التصويت صار 120 مقابل 107 لأن دخلوا نواب آخرين. لم يكن هنالك حقيقة. أولا الأخوة في بدر تقريبا 80% صوتوا بعدم القناعة ومشكورين، وأيضا الوطنية العراقية صوتت مع أبناء شعبهم ضد الفساد، وأيضا قسم من التحالف الكردستاني أيضا صوت، وهنالك نواب متفرقين أيضا صوتوا، والإعلام واضح ممكن تم تصويرها ومبين من اللي صوت. واستغرب على نواب كانوا يدعون الإصلاح ويدعون أن محاربة الفساد، ولكن مرة أخرى أثبتوا بأنهم ولاءهم هي للكتل السياسية وللاصطفافات الحزبية واصطفافات المصالح الشخصية. أقسم بالله إنها مصالح شخصية ضد المصلحة العامة. نعم أحسنتم، سؤال مهم جدا. نعم، هيئة النزاهة في الفترة الأخيرة بدأت تعمل رغم الضغوطات الموجودة على هيئة النزاهة، ولكن إن شاء الله لدينا ثقة بهيئة النزاهة، ولدينا أيضا ثقة لأنه أكو أدلة تذهب إلى القضاء عندما يكون هنالك تزوير بعقود حراس والوزيرة تستلم 180 مليون شهريا، وهذا نفس الملف كان على وزير المالية، وهيثم الجمهوري قال نعم هذا نفس الملف، ولكن مع الأسف صوتوا لأنهم حقيقة يكيلون بمكيالين. وقلت لهم لا تنظرون على من استجوب الوزيرة، ولكن انظروا إلى الأدلة والإثباتات، وانظروا إلى أبناء شعبكم. خلي نكون واقعيين.
هذه الأدلة إن شاء الله سوف تقدم إلى القضاء، ولدينا ثقة بهيئة النزاهة رغم الضغوطات، ولكن إن شاء الله هيئة النزاهة والقضاء أكبر من الأحزاب والكتل السياسية، ولكن مع أبناء شعبهم. شكرا جزيلا.